احنا ما عندناش مشاكل في اي حاجه. انا ده الكلام لما الناس بتقول لي كل واحد معاه ورقه بتثبت حقه من شركه المركز الدائم وهذه الملوك، على عيننا وعلى راسنا، ما نقدرش نتكلم معاه. لو قال لنا نروح معاه فين هنروح. ماشي؟ هو ده الكلام. انتوا لازم تبقوا معانا، لازم يبقى في ثقه يا جماعه. لو سمحتوا لازم يبقى في ثقه. انا بتكلم النهارده على فكره يا باشمهندس، ما فيش حد بيمشي في الارض الا لما يقول لو كنا 40 راجل ما كناش عرفنا نعمل طريق زي ده، لو كنا 700 واحد ما كناش نعرف نعمل بير زي ده. عشان تبقى عارف كلهم مقدرين مجهودك، كلهم مقدرين مجهودك، صدقني والله. لا انا مش عايزه اتكلم، انا مش هتكلم، مش هكتب في كلام، يعني كله مقدر مجهودك وشايفينه وماشيين عليه. يا جماعه اللي يتكلم يقول لنا اسمه عشان بس ما نعرفش اسماء كتير. مدام ساميه المصري. انا اقول تاني؟ انا ما اعرفش. هو قال خلاص. طيب خلاص، يعني قصدي اقول كلنا حاسين، محدش لو كنا عصابه ما كناش قدرنا نعمل شارع من ده، ما كناش قدرنا نعمل كهرباء، ما كناش قدرنا نعمل، احنا عارفين مجهودك. احنا عارفين مجهودك. ما هو الظباط ايام المشروع بعد ما عمل حصل كده قالوا لي انت مجرم بالفطره. لان ما حدش يقدر يعمل حاجه زي كده ويخش المنطقه زي كده ويحارب الاشكال دي كلها الا اذا كان. فانا خلاص، بس انا عايز اشوف مجهودي، بقى كل همي انا عايز اشوف مجهودي ده اللي انا تعبت فيه كده، عايز اشوفه ورده وناجح كده. انا عايز افتخر بشغلي، عايز افتخر. واحنا بيه كنا بيه.